يعني مبدئيا انا مش عايزك تتخض من المنظر دوت. دي صورة ابراهيم فايق بعد ما عرف ان كان في 2 لعيبة بيشيشوا في اوضه الزمالك قبل نهائي افريقيا بيوم. وخلي بالك مش بيشيشوا مثلا في اوضه بيتهم، لا ده بيشيشوا في المعسكر، وربنا زي ما سمعت كده. اسمع كده من شيكابالا. اكتر حاجه كان نفسك تعملها مع نادي الزمالك وما عملتهاش؟ اخد بطوله افريقيا مع الزمالك. ليه عندت؟ هي عندت ده كانت قريبه قوي في صن داونز. لا باللي احنا كنا بنعمله ساعتها. ايه بقى؟ رحت ساعتها على 14 لعيب 14 لعيب منهم 2 قاعدين في الاوضه بيشيشوا فبطوله كده هتاخدها. يقول لك هم يبكي وهم يضحك. والله العظيم مش عارف اقول. ده احنا واصلين اصلا ب 14 لعيب نهائي افريقيا. بعيدا عن ان انا مش عارف ازاي الموضوع ده حصل ومرتضى منصور موجود رئيس نادي في نادي الزمالك. يعني المفروض ان سياده المستشار يعني الانضباط، يعني عن الصرامه، يعني ما ينفعش اللعيب يعمل حاجه من وراه. فبصراحه مش قادر اصدق ازاي ده حصل في وجود مرتضى منصور. واعتاب التاني على شيكابالا. ازاي يا شيكابالا وانت قائد نادي الزمالك في الوقت دوت تسيب حاجه زي دي تحصل في المعسكر؟ يعني شايف ان شيكابالا برده كان عليه دور كبير قوي، ان المفروض كان يوقف المهزله دي ان هي تحصل، مش يطلع يحكيها هو بنفسه على التلفزيون. لكن دي حاجه بتعكس العشوائيه وعدم الانضباط اللي كان موجود في الزمالك، واللي بسببه كان ممكن نكون قريبين من بطوله في اوقات كتير قوي وفي الاخر ما نكسبهاش، وتلاقي ايه، ظهرنا بمستوى متدني زي اللي حصل كده قدام سان داونز في 2016. بس يعني فمفيش كلام يتقال بصراحه. موقف على قد ما هو كوميدي، على قد ما هو ضايقني قوي ان انا شفته بصراحه. يعني موقف بايخ قوي ان هو يحصل في نادي بحجم نادي الزمالك.